نوعين من الناس بيعملوا كونتنت او بيعملوا محتوى. في شخص بيبقى انفلونسر. الانفلونسر ده بينزل حاجات مش عايز اقول تافهه، بس حاجات لا تفيد الناس باي شيء، يعني ما بيضيفش حاجه لحياه الناس. بيحط صور ليه وهو قاعد بياكل اكل غير صحي، بيرقص، بيعمل مش عارف ايه، بيوري الناس حياته الشخصيه. الحياه دي ما بتنفعش الناس باي حاجه، وغالبا الناس دي بيبقى عندها فولورز كتيره وبيجيبوا فيوز كتيره وكده، لان الناس دايما بتبقى بتحب تشوف حياه الشخص التاني. ولكن هل هو بيضيف قيمه معينه للناس؟ لا. فالشخص ده بيبقى معتمد بشكل اساسي على الفيوز. لو الفيوز بتاعته وقعت بيبقى متوتر جدا. احيانا بيبقى في مصدر من مصادر دخله ان هو ياخد عقود من الشركات ان هو يسوق ليهم منتجات معينه، وفي حاله ان الفيوز بتاعته وقعت بيبقى معرض ان الشركات دي تكسر العقد معاه، او ان هي ما تدلوش سبونسرشيب ديلز تانية وحاجات زي كده. فالشخص ده بيبقى في شخص تاني متحكم فيه، وبيبقى يعني معتمد على الفيوز بشكل كامل، ومعتمد على الفولورز بتوعه او السبسكرايبرز بتوعه بشكل كامل. في شخص تاني اللي هو الكرييتور ده واحد بيبقى عنده خبره معينه في مجال، وبينفع الناس بالخبره دي، بينقل لهم الخبره دي في شكل مجاني في صوره محتوى. الشخص ده لا يهتم بالفيوز، لا يهتم بالسبسكرايبرز، ما بيحطش بقى في دماغه ازاي يجو فايرال والكلام ده كله، لان هو بيعمل كونتنت عشان هو مقتنع بيه، على عكس الانفلونسر اللي احيانا بيعمل كونتنت هو اصلا مش مقتنع بيه، وبيعمل ترويج لمنتجات هو اصلا ما استخدمهاش، فمضطر ان هو يعمل كده عشان اكل عيشه او عشان الفلوس اللي بتجيله. ولكن الكرييتور هو بيتكلم في الحاجه اللي هو مقتنع بيها، الحاجه اللي مؤمن بيها. لو جات له شركه قالت له اعمل حاجه، لو شاف ان الحاجه دي مش هتفيد البراند بتاعه او مش هتالاين كويس مع الحاجه اللي هو بيحاول يفيد الناس بيها، مش هيعملها. فبيبقى الشخص ده معتمد بشكل اساسي على نفسه، مفيش حد متحكم في الكونتنت بتاعه عموما، هو بيقول بس اللي هو مقتنع بيه. واعتقد ده افضل لانك ما بتبقاش متوتر من ناحيه الفيوز، ما تعرفش الالجوريثم هيحصل فيها ايه، ما تعرفش الترند هيبقى رايح فين. مش بتبقى ماشي ورا الترند وخلاص، لا، انت بتبقى عندك خبره في حاجه معينه، وبتتكلم في الحاجه اللي انت مستمتع بيها، وبتعمل الكونتنت عشان انت فعلا حبه. وفي نفس الوقت في عندك نوع من اللويال فولورز، الناس دي متابعاك علشان خاطر الفاليو اللي انت بتقدمها، ومكتفي بالناس دي. الناس دي في مرحله معينه هتطلب منك ان انت تديهم خدمه مدفوعه، او حتى لو انت عرضت ان انت تديهم خدمه مدفوعه، انت هتبقى مقدم السبت كتير، ان انت قايل لهم على حاجات كتيره جدا، مقدم لهم فاليو عاليه جدا. فالناس دي مش هتتردد انها تدفع فلوس لو كانت قادره انها تدفع. فقبل ما تدخل في السوشيال ميديا وموضوع ان انت تعمل محتوى كده، حاول تفهم الفرق بين الاثنين، وما تبقاش هدفك دي نصيحه من واحد يعني بقاله شويه في موضوع الكونتنت كرييشن وعملت فلوس منها الحمد لله. حاول انت تبقى فاهم الفرق بين الاثنين، وما تعملش كونتنت وخلاص، ما تجريش ورا الفيوز وخلاص، ما تروحش تشوف ان ازاي تبقى فايرال. لا، طبعا انا مش عايز ابقى فايرال وخلاص، مش عايز اجذب انتباه الناس وفي الاخر الفيديو ما فيهوش اي حاجه في الفاضي. لا، انا عايز ماشي اجذب انتباه الناس واتعلم ازاي يبقى الفيديو نفسه فايرال، بس الاهم ان انا بقدم فاليو للناس. هعمل ايه بمحتوى فايرال جاب ملايين المشاهدات وما قدمش اي فايده، ومش هعرف امونتايز الناس دي، او مش هعرف اكسب منها فلوس، في حين ان انا ممكن فيديو واحد يعمل 400 مشاهده ويجي لي منهم ناس يكسبوني مبلغ كويس. في نفس الوقت انا فعلا باثر في حياتهم، انا بس مش بعمل محتوى عشان خاطر ان انا اكسب فلوس وخلاص، انا برضو عايز احس بقيمه انا بعملها، وان انا بغير فعلا في حياه الناس. حاول ان انت ما تستعجلش النتيجه وما تنجرفش ورا الفيوز، لان في حاليا ازاي تبقى فايرال، ازاي تخلي الفيديو فايرال، ازاي تعمل هوك حلو في الفيديو. الكلام ده كويس، بس الاول يبقى فيه فاليو، وتبقى انت كرييتور مش انفلونسر. وحتى لو الموضوع بتاع الكسب من المحتوى هيتاخر عادي، مش مشكله، خلي عندك فيه ديلي جراتيفيكيشن، او ان انت تصبر على النتيجه، لانك لما بتاخد حاجات انت مش مقتنع بيها وبتعلن عن منتجات انت ما جربتهاش، انت بتحرق نفسك ومصداقيتك بتروح. انا ما فيش منتج عملته، يعني عملت اعلان على اليوتيوب وعملت ديلز مع حد، الا لما كان الحاجه نفسها، السوفت وير نفسه انا كنت مجربه، او الخدمه نفسها انا جربتها والشركه نفسها اتعاملت معاها، والا مش عايزها. وجالي سبونسرشيبس من العاب، ولكن انا الكونتنت بتاعي عن السيلف ديفلوبمنت وعن السوفت وير والتك والكلام ده كله، وبنصح الناس انها ما تضيعش وقتها اروح اعمل اعلان عن لعبه. فحاول ان انت ما تنجرفش ورا الترند اللي هو انفلونسر، ان انت تظهر حياتك وان انت تبقى فايرال وكده يعني. فدي حاجه حبيت ان انا اتكلم فيها.